هي طبعا حضرتك هي منظومة، هي منظومة عمل لازم تحققي عدة عوامل على أساس علشان توصلي للهدف المطلوب. وسائل التشخيص الحديثة يجب استخدامها في المزارع الكبيرة والشركات، وده بيحصل اوريدي، ولكن محتاجين تطوير ومحتاجين تحديث. رفع الكفاءة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية للمزارع وللشركات. استخدام التكنولوجيا الحديثة من ميكنة اوتوماتيك في التعامل مع مراحل الإنتاج. طبعا الاستعانة بعقول مفكرة وشابة لها خبرات محلية ولها نجاحات متتالية في الإدارة. في موضوع النقل الميكانيكي منتشر قوي عندنا في مصر، اللي هو الفئران والناموس والذباب والكلاب والحاجات دي بتنقل الأمراض بصورة من المزارع إلى الأخرى، فلازم القضاء على مشكلة النقل الميكانيكي بصورة. طيب حضرتك مستشار لعدد من شركات الإنتاج الحيواني العملاقة في مصر، التكنولوجيا الحديثة وأهم الإمكانيات اللي دخلت هذا المجال إيه؟ طبعا المجال ده في تطور رهيب، كل يوم في حاجة جديدة. طبعا احنا مثلا عندنا هذكر لحضرتك مثال، عندنا مثلا مشكلة في الطاقة شيء كبيرة جدا. معظم الميكنة او المكن اللي شغال في المزارع او في الشركات دي بيبقى شغال بالسولار او بالمازوت او الجاز او البنزين. طبعا في مشكلة كبيرة خالص، وطبعا الكهرباء، وطبعا انابيب البوتاجاز. في مشكلة بصفة عامة في الطاقة. فدلوقتي في الخارج بيستعوضوا عنها بحاجة جديدة، اللي هو بيعمل المبنى المكون منه المزرعة اللي بيتم فيه التربية من مواد عازلة بدون ذكر أسماء. في حاجات اسمها الساندويتش بانل، ده المادة ده الاسم العلمي مش الاسم التجاري. ديت بتبقى عبارة عن مواد عازلة بتمنع المحيط الخارجي عن المحيط الداخلي تماما. بيبقى في فرق في درجات الحرارة حوالي 60% فرق، يعني في الشتاء يبقى العنبر جوه دافي وبالتالي الحرارة استخدام واستهلاك الطاقة. بالظبط. دي حاجة. في دلوقتي الاستعانة بالوقود، اللي هو الوقود الحيوي، اللي هو البايو فيول، اللي هو من الأسمدة والنباتات تمام، من الأسمدة ومن النباتات ومن طحالب البحر وهكذا. ممكن طبعا كل ده مستخدم حاليا في مصر. في حاجات لا، هي غالبا معظم الحاجات دي غير مستخدمة في مصر، غير مستخدمة في الخارج بصورة. طيب احنا بنتكلم عايزين نطور هذه الصناعة وعايزين يعني ننميها وفي نفس الوقت نحافظ عليها. تمام. يعني طبعا اهم حاجة موضوع الأوبئة والأمراض، يبقى في طبعا في مكافحة الأمراض بصورة كبيرة قوي. موضوع الأمان الحيوي في المزارع وفي الشركات لازم يتم بصورة علمية وبصورة حديثة. الدولة لها دور كبير جدا في موضوع الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، من برضه تفعيل الرقابة ومن التخطيط أساسا. يعني أنت عندك حضرتك أي حد عايز يدخل أي حاجة في أي وقت بيربي، فأنت بيبقى ما بتبقاش عارفة الحجم اللي طالع لك في وقت معين قد إيه. يمكن احنا في بمناسبة عيد الأضحى في 37,000 عجل لحم حي مستوردة من استراليا. هل تتوقع أن 37,000 عجل تم الكشف عليهم بشكل دقيق وضمن عدم وجود أي من عدد الفيروسات الهائلة اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ يعني حضرتك هم طبعا كان الموضوع ده أثار لغط إعلامي وكده، هم المرض دوت اللي حضرتك كانوا بيكشفوا عنه قالوا في الأول إن هو موجود، وبعد كده رئيس الوزراء شكل لجنة من كذا دكتور كذا أستاذ مستشارين في الموضوع، وكشفوا على اللحمة ووجدوا ان هي ما فيهاش حاجة وطرحوها في السوق. ولكن برضه هم بيعملوا تحاليل على حاجات معينة، ولكن بقية الحاجات ما بيعملوش. طب اسمح لنا هناخد مداخلة تليفونية من أحد المواطنين حابب ان هو يستفسر عن أمر من الأمور اللي نتحدث عنها. أهلا بيك، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الدكتور عمرو. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. اهلا بيك. سؤالي كنت عايز اسال الدكتور شادي اهم الطرق للتغلب على الامراض اللي موجوده دلوقتي. حضرتك مربي؟
انا مربي دواجن. مربي دواجن. الفترة اللي فاتت هل تأثر إنتاجك بالأمراض والأوبئة اللي انتشرت في مزارع الدواجن؟ تأثر طبعا، كان عندنا إصابات جامدة، انفلونزا الطيور والتهاب الشعبي زي ما الدكتور شادي قال بالظبط. فكنا عايزين نعرف اهم الطرق ودور المستثمرين في توريد اللقاحات. طب لكن انت لما بتكافح هذه الاوبئه بتكافحها بناء على خبراتك او بتلجا لطبيب خاص ام هناك دور لمديريه الطب البيطري؟ لا، بلجا لطبيب خاص. لكن ما فيش توعيه، ما فيش متابعه من مديريه الطب البيطري على مستوى المحافظه اللي حضرتك بتعمل فيها؟ بتبقى حاجات بسيطه، بس دي ياخدوا طاقات المزارع وخلاص. وهل الامصال اللي بتحتاجها بتبقى متوفره؟ لا، بتنقص خالص، بتنقص. مش موجوده خالص. هل بتلجأ للامصال المحليه ام المستورده؟ ما فيش لا محليه ولا مستورده، الاثنين ناقصين من السوق. طيب احنا تابع معانا وان شاء الله نرد على استفسارك ونستكمل حوارنا مع الدكتور شادي. يعني هو بيتكلم في صلب موضوع حلقتنا ازاي يحافظ على الثروه الداجنه اللي هي تعتبر يعني ثروته الماليه طبعا. وبيعمل فيها في هذه الصناعه. طبعا. بشكر الدكتور عمرو، هو اثار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بصوره مهمه وبصوره عميقه. هو بيقول ان في مشكله في الاستيراد، هو فعلا في مشكله في الاستيراد بصفه عامه في جمهوريه مصر العربيه في جميع المجالات. الاستيراد دلوقتي بيواجه مشاكل كبيره، وخاصه ان المواد الغذائيه اللي بيتم استيرادها من الخارج او الادويه او اللقاحات حصل ارتفاع كبير جدا في تكلفتها وفي اسعارها. فممكن الحاجه بتجيلك دلوقتي ضعف سعرها ده اذا جت، وممكن في حاجات كتيره قوي ما بتجيش. طيب يعني لو تدوري مثلا على لقاح ضد انفلونزا الطيور ومش موجود في السوق، طب ايه الحل؟ الحل ان هو بيتوقف، يا اما لو هيكمل ممكن يبقى معرض ان هو الاستثمار كله يضيع. فطبعا مشكله كبيره جدا. لازم الدوله برضو من ضمن النقاط ان حتى الامصال المحليه غير فعاله رغم انها مش موجوده، لكن حتى لو وجدت فهي غير فعاله. هو حضرتك الامصال المحليه احنا ما يعتبرش عندنا امصال. طيب اسمح لنا في مداخله اخرى واستفسار من احد المواطنين. اهلا بيك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي معانا، نتعرف عليكي. مدام هدى مع حضرتك. اهلا بيكي مدام هدى، اتفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. لو سمحت، عايزين، سمعنا ان نازل مصر في لحمه مستورده وكده فبيقولوا مش حلوه، ازاي نفرق ما بين اللحمه الكويسه واللحمه اللي مش حلوه؟ او صفه تبقى ايه او شكلا تبقى ازاي؟ تمام، كويس قوي. يعني هو يمكن سؤال بعيد عن موضوع الحلقه، بس احنا لقرب عيد الاضحى كل عام انتم بخير والاقبال على شراء اللحوم، فهي على سبيل التوعيه للساده المواطنين. تفضل، ازاي تقدر تميز؟ اولا يجب ان اللي هيشتري اللحمه يشتريها من مصدر موثوق منه، يكون عارفه جزار بيتعامل معاه مثلا او كده، ما يجيبش من اي حد. ثانيا يفضل اللحمه تكون عند الجزار مختومه وحيه. المنظر العام بتاع اللحوم من بره لونها وردي ولا لونها مختلف. في الطهي هل مثلا بتطلع شوائب كتيره ولا لا؟ كلما كانتش بتطلع كل ما كان احسن. في موضوع الغالي، لما تتسلق اللحمه بعد ما تطلعيها حضرتك، على فكره الغالي او القلي بيقضي على جميع انواع الميكروبات. فاللحمه فيها ميكروبات واتغلت او اتطهت خلاص مفيش فيها مشكله. اللحمه نفسها طبعا كلما كانت طريه كلما كانت احسن، كلما كان عمر الحيوان اصغر. ولو عجوز بيبقى اللحمه طبعا بتبقى ناشفه شويه. وكلما كانت طبعا اللحمه سليمه ما فيهاش حاجه بتطهي بسرعه وبيبقى طعمها كويس وبتبقى طريه. ولكن اللحمه اللي فيها امراض غالبا بيبقى لونها مسود نوعا ما وبتبقى ناشفه. جميل جدا. احنا يمكن موضوع حلقتنا بيحتاج ان احنا نتكلم فيه كتير، خصوصا ان احنا بنتكلم عن قطاع هام جدا
وهو قطاع الإنتاج الحيواني، وزي ما بنقول دي قضية أمن غذائي. ممكن إحنا الأسعار تنخفض وتبقى اللحوم البيضاء وأيضا الحمراء في متناول الجميع لو تم الاهتمام بتنمية هذه الثروة الحيوانية. الموضوع كبير ومتعدد الجوانب، ويمكن إحنا بنعيد اقتراح دكتور شادي أن لابد من وجود وزارة للإنتاج الحيواني تكون مهمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها. في نهاية حلقتنا النهارده بوجه خالص الشكر لضيفنا الدكتور شادي أبو الحسن، مستشار الرعاية الطبية بإحدى شركات الإنتاج الحيواني ودكتوراه في العلوم الفيروسية. شكرا. أهلا بيكي بالسادة المشاهدين. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من البرنامج. لكم أرق تحيات فريق البرنامج وتحياتي إلى اللقاء.